مش شرط الإنسان يكون عنده حاجة غلط لأنه عمال بيدعي ولسه ما شافش النبي في المنام، رغم دعوته وإخلاصه وكثرة صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته عن سيدنا رسول الله. هو عمال ياخد بأسباب رؤية النبي في المنام بس لسه ما شافش النبي. لا، مش شرط يبقى عندك حاجة غلط أو أنت مقصر في حاجة. إنما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ده رزق، ورزق كبير من ربنا. والرزق له حكمة عند الله في التوقيت. وبالتالي فوض أمرك لربك وانت عمال تدعي وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ عنه عشان تحبه وعقلك يتشغل بيه. فوض أمرك لربنا في توقيت رؤيتك لرسول الله. ولعل عليه الصلاة والسلام هيجيلك في الوقت اللي لما تشوفه تنتفع، مش لما تشوفه تبقى ما تستحملش. لأن رؤية النبي ممكن تخليك تصحى من النوم مش عايز حد يكلمك. ساعات أخرج من صلاة ورا شيخ صوته حلو أوي مبقاش عايز حد يكلمني. ليه؟ في حال كده محدش خرجني منه. الحال ده لو زاد عليك انت ممكن تصاب بحاجة تبعدك عن الدنيا وتزهدك في الدنيا زهد يأذيك، لأنك شفت النبي فمش عايز تطلع من الحال ده. فاستنى لما تبقى قادر على رؤية النبي. بعضنا، مش بتهم طبعا صاحب أو صاحبة السؤال، بعضنا لو شاف النبي ممكن يصحى عنده عجب ان انا شفت النبي ومحدش شاف النبي زيي، ويبدأ يتكلم ويحكي وازاي جاله وحكاله، فممكن يحرم بسبب هذا العجب ده من المقام العالي. فاستنى، كمل في الصلاة على النبي والدعاء برؤية النبي عليه الصلاة والسلام.